والشيء اللي يجذب فينا حقيقة ما قدرناش نتحدثوا كل واحد فيما يخصه بطريقة أو بأخرى، ولا حتى ندخل في انتقاد حقيقة موضوعي. ولكن il faut comprendre نحبوا ولا نكرهوا on est tous victimes d'une guerre de 4e génération. الناس كل ضحية من منطلق ما، ولكن الإشكال وين يا أخي؟ أنا عندي مشاكل كثيرة مثال مع السعيد ولا سلطان ولا مام كادر ولا كذا. لاش quand on parle de l'Algérie ce n'est pas le Maroc. quand on parle du Maroc il n'est pas l'Algérie. عندما نتحدث مثال عن الملكية في المغرب يجب على الجزائري أنه يفهم أنه هذا النظام يختلف في بنيته، البنية تاعو اختلاف جذري على النظام الجزائري. أي وفي نفس الوقت التركيبة المجتمعية والنضالات والديناميكية المجتمعية وغير هذا. النظام الاقتصادي في الجزائر يختلف 180 درجة عن النظام الاقتصادي في المغرب. نحب ولا نكره النظام الجزائري هو نظام نوعا ما فيه امتداد اجتماعي، وهذه كي تقولها ما هيش باش تنقص من المغربي، والعكس. المغرب مثال في الاستثمار كذا دولة متفتحة، دولة عندها لو كوتي بوزيتيف تاعو. نرجعوا درك المخ الهضرة. لا بروبليماتيك كي سو بوز ميسيو عندما، ومع احترامي ليك مسيو ياسر وما نحبش نشخص الامور انا ولا باش عندما يتحدث ياسر عن البنيه التحتيه يربطها مباشره كونتون بار دو اكوا بارك. اذا انتم عندكم وفتحوا لنا نشوفوا vous orientez le débat، تجبدوا الحوار باش يكون حوار فيه une forme de rivalité، يعني نوع من الندية. كي ندخلوا في الندية اللي هي أصلا مبنية على شيء يسموه أرقام، ما تقدرش تجي تقول لي أنا بنية تحتية في الصحة، أنت عندك سرير ل1000 مواطن، أنا عندي 1000.9 سرير ل1000 مواطن. ما نقدرش أنا نولي ندخل معاك في لا ريفاليتي هذيك. اون فابا عندنا التوزيع العادل للثروة، بالرغم من أنه خصوصية الاقتصاد الجزائري تختلف 180 درجة على خصوصية الاقتصاد المغربي. راح نلاحظوا كنا نروحوا للعدالة توزيع الثروة، تولي تدخلني في النقاش. نزيد نكملوا. احنا نفتحوا، نعطيك مثال، فتحنا اقسم بالله البارح لايف على محمد زيان من باب حقوق الانسان. ومعلومه حقوق الانسان نجم نهضر على واحد في مدغشقر ولا في لبنان ولا في الامريكان ولا ما فيهاش العقده. السؤال اللي يطرح نفسه اللي يطرح الكادر، لماذا انت تتحدث عن المغرب؟ لماذا المغاربه يجيو باش يتحدثوا على الجزائر؟ سنفتح غدا ملف حقوق الإنسان في الجزائر، نقولها أنا الرئيس. الملف حقوق الإنسان في الجزائر عرف تراجعا رهيبا ما بعد حراك 2019. الإشكال وين؟ نحن نقول احنا عندنا، أنا فتحت لايف مساندة الكاميرا نايت السيد، عندما لا نستطيع أن نقول أن ملف محمد زيان هو ملف سياسي وهناك استخدام للعدالة أصلا ماناش في نفس لو بوان ديغاليتي. موا جو بو دير الور أنت ماشي على سياسة يعني تقريب المغاربة، tu ne fais que défendre. Quand on vient de parler économiquement parler، إذا تحدثنا اقتصاد بدون الحديث عن الامتداد الاجتماعي للاقتصاد، ما فائدة الاقتصاد إذا ما كانش عنده امتداد اجتماعي؟ وهنا أنا جو سوي بور نقول الجزائر كدولة وكثروات الشيء اللي يوصل له المواطن الجزائري قليل وعيب. نجي نقابلك أنت من هيه نقول لك أنت الثروة المغربية التي جعلت المواطن المغربي في درجة عبيد. نجيب لك قانون الاستثمار، نجيب لك قانون النقابات، نجيب لك قانون العمل النقابي،
ونلقاك انت tu fais que défendre العائله المالكه وتطلب مني انا الجزائري الرئيس دون ان اسبري دو ريفاليتي اني اهاجم نظامي ولا اتحدث عنك وانت في كل خطره. البنيه التحتيه تتحدث عن الجزائر، الديمقراطيه تقارنها بالجزائر، حقوق الانسان تقارنها بالجزائر، العلاقات الدوليه تقارنها بالجزائر. اذا انا نتمنى إذا كاين مستوى نخبوي اللي نقدروا نناقشوا بنخبوية وبأكاديمية ونحاولوا نبعدوا على شخصنة النقاشات، نبعدوا عليهم على قد ما نستطيعوا، نحاولوا اون انستور لو ريسبي ميتويال، الاحترام المتبادل. شكرا شكرا. الأخ